خاطب من سنة وجمالها كويس بس مش اللي عاوزاه، وبحسها مش حنونة أو فهماني، ورغم ده بتقولي بتحبني بس مش عارف أحس ده. مش معنى إن الشخص بيحبك إن هو عارف يعبر لك بالطريقة اللي تحسسك أنت بالحب. يعني إيه؟ يعني زي مثال مثلا الآباء اللي بتضرب عيالها وتقول لها أنا بضربك عشان بحبك، ده كلام فارغ. إن هو فعلا بيحبه بس طريقة تعبيره عن الحب طريقة منيلة بستين نيلة. فنفس الموضوع. فانت بالتالي مش معنى كده ان انت تقول خلاص انا العلاقه انتهت علشان الطريقه مش مناسباك. انت محتاج ان انت تكون عندك قدره على التواصل اللغوي، تعرف تفهم اللي قدامك انت عايز ايه. انت بتقول ان عايز حد يكون حنون وفاهمك، ازاي تحس بالحنيه؟ محتاج تطلب ده بطريقه قابله للتنفيذ. يعني تقول انه انا بحس بالحنيه لما يكون في تقدير لفظي، ان تقولي لي واحد اتنين تلاته، انه يكون في طبطبه، انه يكون في هدايا، انه يكون في مواقف معينه. فانت حاجه قابله للتنفيذ، طلبت دوت والشخص اللي قدامك فهم مره واثنين وثلاثه ورافض يدي لك اللي انت عايزه، يبقى العلاقه مش مناسبه.